من مظاهر النهضة العمرانية اللي أقامها محمد علي في السودان هو إنشاؤه لمدينة الخرطوم، وهي أصبحت العاصمة ومقر للحكم دار. كما أنشأ معسكر للجيش وأنشأ مباني حكومية، مسجدين، مستشفى، وترسانة لصناعة السفن النيلية، وكذلك أنشأ المصانع والمخازن. من المدن الأخرى اللي أنشأها محمد علي في السودان كانت مدينة كسلة، وهي كانت من أهم المدن الإدارية في شرق السودان. أنشأ فيها أبراج ومواقع محصنة عسكريا، وكان فيها حامية عسكرية ثابتة للدفاع عنها وعن المناطق المجاورة. ولكل الأسباب دي توجه السكان من الأماكن المجاورة ليها توجهوا للإقامة فيها. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. من الإصلاحات العمرانية أنشأ مدينة الخرطوم في السودان لتكون عاصمتها الأبدية والحكم دارها مقر دوم. يعني هو ما أنشأش إلا ديّة؟ لأ إزاي؟ ده أنشأ معسكرات للجيش ومباني حكومية، مستشفى ومسجدين، مصانع ومخازن، ترسانة لصناعة السفن النيلية. طيب أمال فين مدينة كسلة ديّة؟ موجودة شرقًا كأهم مدن إدارية، بنى فيها أبراج ومواقع محصنة عسكريًا، كان فيها حامية عسكرية ثابتة، وده أدى لجذب السكان من مناطق ليها مجاورة.